السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم النهاردة فيديو جديد، وحبيت أسلم عليكم كلكم، يا رب كلكم تكونوا بألف صحة وبألف خير. هو فيديو مشتريات بس. عايزة أقول لكم مش هي دي كل مشتريات الشهر، أحيانا بيفضل عندي من الشهر اللي قبله، ولما بقى بحب ازود على حسب احتياجي، عشان الحاجه ما تقدمش عندك، عشان ما تسوسش، عشان ما تبصش. طالما عندك ان انت امكانيات ان انت تبقى عندك الحاجه، وقبل ما تخلص دايما تشوفي ايه اللي ناقصك وتكتبي ورقه وتجيبي، عشان ما تتزنقيش وقت انت ممكن صعب تخرجي فيه او يكون محل قافل فيه. فيلا نشوف انا اشتريت ايه. طبعا انا عندي سكر، انا بحط السكر حاليا في درج التلاجة من تحت عشان خاطر النمل، بربطه في شنطه كويس وبحطه. فكان عندي 2 كيلو وجبت عليهم ال2 كيلو دول. طبعا الكيلو على 10. في ناس بتقول ان السكر ب8.5، انا عايزه اقول لكم اللي هو ب8.5 اللي هو 850 جرام، مش كيلو كامل يعني. فدول 2 كيلو من اللي هو ب10. وطبعا كنت رايحه اجيب باكيتين شاي من الصغيرين، لقيت دي هي طبعا في محلات بتبيعها ب25 وفي محلات جمله بتبيعها ب23، انا جايباها على 23. طبعا برضو كان عندي الشعريه، عندي كيس واحد. الشعريه يا جماعه ما بيبقاش فيه استخدامها كتير يعني، لان انا ما بعملش رز يعني بكميات كبيره، فبالتالي ما بستخدمش الكيس كله مره واحده. فممكن 3 اكياس او 4 يقضوا الشهر يعني. برضو من ضمن الحاجات اللي كنت محتاجاها قلت اجيب علبتين جبنه، لان انا بستخدم الجبنه القريش اكتر يعني، قيمتها احلى وبحس طعمها والله احلى. دي كانت الحاجات اللي خاصه بالاكل والشرب، غير بقى طبعا اللحوم والفراخ لسه هجيبها، ولا الجزء اللي هعمله بانيه، ولا هتبله بتتبيله كده بيبقى فيها عسل، بتبقى حلوه للشوي والفرن وكل حاجه. برضو انا كان عندي ازازه خل وجبت عليها ازازه، لاني بستخدمه احيانا برضو للغساله، وازازه زيت تموين، وازازه زيت ابيض مع السمنه. واشتريت بقى شويه حاجات للمطبخ، السكاكين ديت بحب اخلي بيها البانيه وللفاكهه، بتبقى حلوه يعني. فدول كانوا على بعض كده ب23 جنيه. وجبت عصاره ليمون حلوه يعني تستحمل. وجبت مبشره، المبشره دي حلوه بقى للحاجات اللي هي السريعه الخفيفه الصغيره كده. ودي هراس التوم، هراس التوم ب20 جنيه بس حلوه. ودي فرشه، الفرشه دي كده قلت للبلاط صغيره وسهله الاستخدام، مش تغسلي مشايات، حاجات صغيره يعني مش وحشه. ودي بقى يا جماعه اللي هي بتبقى تقريبا فيها 136 الف تكه، بتبقى حلوه، لان انا الكبريت بيضيع مني وبتزنق احيانا، فقلت اجيبها كده. المسدس ده ولعه كده على شكل مسدس، حلوه مش وحشه. وده ماسك طبعا سيليكون عشان الحلل ما تتجرحش، والطاسه وانت بتقلي. وفي بقى شويه منظمات كنت محتاجاهم عشان انظم فيهم حاجات في التلاجة كده، فجبت الاتنين دول، وقلت ابقى اجيب 2 كمان. هو الواحد سعره 15 جنيه من محل اسمه بيت العروسه. والعلبه دي انا عندي اختها حلوه بقى، تخزني فيها رز، تحطي فيها رز، تحطي فيها الديب فريزر بتاعي اللي هو زي ما انتوا شفتوه اللي هو الدرج، فتحطوا فيها الحاجه. لو عايزين مثلا تفصلوا اللبن عن اللحوم عن الحاجه. فانا جايبه العلب الكبيره دي هستخدمها كده يعني. دي لو عياشه يا جماعه، اصلا في الاصل عياشه، بس انا هستخدمها كعلبه كده احط فيها الفراخ او اللحوم في الديب فريزر، عشان الحاجه ما تبقاش تخلط على بعضها وتبقى ريحتها وحشه، او تاخد من ريحه بعضها يعني كده، وتبقى منظمه لك الديب فريزر اكتر يعني. دول كانوا شويه مشتريات قليلين مش كتار، حبيت اشاركهم معاكم، يا رب يكونوا عجبوكم. فكرة المنظمات دي انا شفتها بصراحة مع ستات كتير على اليوتيوب، فهي حلوة بتخلي التلاجة نظيفة. يا رب يكون المشتريات عجبتكم. وهنتكلم معاكم دلوقتي في قصة كده معينة، بس حبيت بس اشارككم. ده كان جزء من بعد ما خلصت شغل وكده واشترينا شوية الحاجات دول. هتكلم معاكم بقى دلوقتي. ولقيت نفسي في حاجات تانية يا جماعة، والله كنت جايباها في نفس المشتريات وناسياها، او من سنتر اسمه سنتر بيت العروسة. بصوا دي هي يعني، بصوا انا جايباها يتحط بقى فيها شعرية، يتحط فيها مكرونة، يتحط فيها رز، في منها صغير للتوابل بس مش ده بتاع التوابل يعني. دول كده 3 بكام؟ ب25 بس، والله حلوين يعني، الخامة بتاعتهم حلوة. في دول كمان
دول كمان اهو، دي المنظمات اللي هي الصغيره برضو بتاعت التلاجة او بتاع المشروبات، كنت جايبه 2 برضو. اجمل حاجه بقى عجبتني في المشتريات دي اللي هي طبعا جايبه مشابك، يعني انا عندي مشابك بس بحب ازود كل فتره، انتوا عارفين بتتكسر وتقع. ده بقى البيض اهو، دي بتاعت البيض دي، هي طبعا لسه بترابه، هي عايزه تتمسح. فكرتها حلوه ليه بقى؟ هي طبعا ما بتشيلش. خلاص ثواني يا احمد، ثواني خد شوف. فكرتها ان البيض لما بيتحط في التلاجة كده دلوقتي في درجة البرودة دي، كل ما افتحه الاقيه عامل تلج من جوه لو بقلي بيض او كده. فلما تتحط فيها البيض ويتقفل عليه في التلاجة، منها منظماه ومنها في نفس الوقت بيتحافظ عليه ان هو ما يتجمدش، والله لان هو والله في التلاجة العادية في درجة حرارة التلاجة العادية بيتجمد دلوقتي. بس دي كانت شوية مشتريات. نرجع بقى لكلامنا تاني. بقى بخصوص الكلمتين اللي انا كنت عايزه اتكلم فيهم معاكم، انا كنت عايزه اقول لكل بنت مقبله على الزواج وارتضت شاب انه يكون زوج ليها، وارتضت ظروفه من الاول، ممكن تكون ظروفه الماديه على قده وعادي جدا. ياما ناس بدأوا حياتهم على القد وربنا كرمهم وما شاء الله دلوقتي اللهم بارك، ربنا بارك لهم في الاولاد وربنا بارك لهم في الرزق وربنا وسع ارزاقهم. فمش مقياس يعني ان انت لما تتجوزي واحد يكون ظروفه على قده انه هيفضل كده. فانت رضيتي من الاول وارتضيتيه يكون ليكي زوج وهو بالظروف دي، ما تقعديش بقى تحسسيه وتحسسي اهله ان انت عملتي فيه جميله، ان انت يعني رضيتي بيه في الظروف ديت. بنت الأصول وبنت الناس اللي تتحمل ظروف جوزها وتعيش على قدها وتعيش زي ما هو ربنا كرمه وعلى قد ما ربنا مديله. ولما ربنا هيوسع عليها هيوسع عليهم هما الاتنين وهيكون حياتهم اكبر. بنشوف بنات كتير بعد ما تتجوز بتتنمرض وما بيبقاش عاجبها حالها ودايما باصه لغيرها. طول ما انت باصه لغيرك وباصه للي في ايد غيرك مش هترتاحي، برغم ان غيرك عنده متاعب واوجاع انت مش شايفاها، وانت في نعم كتير برضو مش شايفاها. بس هما كلمتين كده انا كنت حابه اقولهم، عشان انا شايفة شباب كتير حاليا بيتطلقوا، بيكون سبب الطلاق ان الزوجة مثلا تكون مش راضية عن احوال زوجها المادية. يعني انا ليه بتكلم عن الزوجة؟ طبعا في اسباب كتير للطلاق بيكون فيها الزوج، بس لازم كل واحد يجي على نفسه شوية ويتحمل. بس بتكلم في نقطة ان بنات كتير جدا ما يعجبهاش حال زوجها بعد الزواج في الماديات، فدايما تحسسه الراجل ما بيحبش ان انت تحسسيه بالعجز ولا تحسسيه بالنقص ولا تقولوا له ان انت ما جبتليش وما عملتليش وما سويتليش. يعني على فكرة الست اللي بتستحمل ظروف جوزها بيشيلها لها لما ربنا يفتح عليه، لو هو ابن اصول وابن ناس ما بينسلهاش وقفتها جنبه. فربنا يكرمكم، ابدأوا من الصفر وابدأوا مع بعض وابدأوا حياتكم، وبلاش كل طرف يتكلم عن التاني وعن ان هو مش بيلبي احتياجاته المادية، لان زوجك صدقيني لو معاه هيجيب لك حتة من السماء. يا رب يكون الفيديو عجبكم وشوية المشتريات اللي وريته لكم يعني الحمد لله على قدنا، ربنا يرزق الجميع يا رب، وكل سنة وكل لحظة وكل ثانية وانتوا طيبين. حاضر حاضر. الليل ما تعرفيش تودي حاجه. ما شاء الله تبارك الرحمن. باقي شوي يدخل على